السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم واحد الكريمه زوينه بزاف للقدام، تشققات القدام وداك المشق اللي كيكون في اليدين والرجلين. عندي هنا واحد نص كاس تاع الزيت الروميه، عندي هنايا نص شمعه او شمعه او بحال هادي اللي عندي، هادي راه ما فيهاش الريحه ناتورال. اللي بغى يدير غير نص شمعه بيضه، ما نديروش الشمع اللي فيه الالوان، نديرو هذه البيضه. كتجي الصراحه هاد الكريمه هذه زوينه بزاف، واخا نديرو اي حاجه درناه، واخا شرينا الكريم الغاليين ما غاديش يكون بحال هذا. دقه بطلع دوك التشققات اللي كيكونوا في القدام، صراحه راه الدواء احسن من داك اللي كنشريوه غالي وما كيدير والو. من بعد ما غادي تذوب ليا الشمعه، راه غادي ندير نص كاس زيت بلديه، حتى نطفي على النار عاد غادي ندير الزيت بلديه. صراحه هاد الكريمه هادي غير جربوها، راه زوينه بزاف، ولكن دار بالليل الرجلين واليدين، ولكن ممنوع الشمس. فاش نديرو ليدينا في الليل نغسلوهم بالصابون، ما يكونش حس فيهم، ديال هاد الكريمه هادي. واللي بغى يحتفظ بها غير للقدام راه كتكون زوينه بزاف. نديروها بالليل فاش غتنعسو، ديروا التقاشر، راه كترطب، كتحيد كاع القشور وكتحيد دوك الفلاح اللي كيكونوا في القدام. صراحه راه زوينه بزاف. هنا درت واحد 5 ولا 8 قطيرات ديال الزيت الاساسي تاع البرتقال، غير باش يعطيني الريحه وصافي. اما اللي ما عندوش بلاش ما عنده حتى شي دور، المهم غير يعطي الريحه. من بعد درت الكريمه ديالنا في هاد البواطات هادو، خليتهم راه دغيا كيبس وكينشف، ولكن ما كيكونش قاصح، كيكون ميدم، زعما زوين بزاف. اللي بغى يستعملوه، انا شاركت معكم هاد الوصفه هادي، راه كتجي زوينه بزاف. هاد الكريم كانوا كيديروا الناس زمان، ديك الساعه ما كاين لا كريمات لا حتى حاجه. خليتكم على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.